السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح تالت مبدأ من مبادئ السوليد برينسيبل، وهو مبدأ ليسكوف سبستيتيوشن. تمام. إيه فكرته؟ هو كل الفكرة بتاعته إن أنا دلوقتي لو عندي كلاس بيز، تمام، المفروض الكلاس البيز ده لو أنا بدلته بكلاس شايلد ما يحصلش أي مشكلة. تمام. وبمعنى أدق ما يطلعش نتائج غير متوقعة. تمام كده. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. بس هي معنى صح المبدأ ده بالذات محتاج حد يكون فاهم كويس قوي الانهيرتنس عشان خاطر ما يتوهش في الشرح. تمام كده. طيب خلينا اول حاجة نعمل كلاس اسمه ريكتانجل من بابليك. ماشي. بابليك كلاس ريكتانجل، هنحط في الكلاس ده الحاجات العادية زي الويتس. اللي بيعمل ليه المرة دي كده public int width get وset. تمام. وpublic int height ونفس الكلام ايه get وset. تمام كده. وبعد كده هنعمل اسمه ده الكونستراكتور بتاعنا عادي، وهنعمل واحد كمان ايه كونستراكتور فاضي. مش هحسب الاريا هنا، هحسب الاريا بره. تمام. بس كده انا مش هعمل اي حاجه تاني. احنا ممكن نشيل تاسك دي اللي هي public static void. طيب بس كده. فهنا دلوقتي ماشي هو مسح ماشي using static dismiss console. تمام. هنا دلوقتي برضه هنضيف بتاعت التو string بالمرة. ماشي. override to string. هو كان هيكتبها والله لوحده. بس كده width وهايت عشان بس هو ما يكتبهاش غلط. تمام كده. فانا دلوقتي خلاص بقى عندي الكلاس بتاع الريكتانجل بنفس المنظر ده. ممكن هنا نضيف كمان الفانكشن اللي هي بتاعت الحسبة بتاعت الاريا void مثلا end sorry اريا. هتاخد الريكتانجل وهترجع الاريا بتاع الريكتانجل. تمام كده. طيب فانا دلوقتي ايه لو جيت هنا عملت وليكن ريكتانجل سميته مثلا ار سي ايكوال نيو ريكتانجل، وبعت مثلا هنا 2 و3 مثلا، يعني اي ارقام، وقلت له بعد كده رايت لاين بس هتكتب لي الار سي. تمام. وبعد كده هتحط لي بعدها مثلا الاريا. تمام. وهبعت لها الار سي. ماشي كده. دلوقتي انا لو جيت عملت رن هيشتغلوا عادي جدا. تمام. الريكتانجل 2 و3 والاريا 6. خلينا حتى ممكن نكتب هنا كلمة اريا ايكوال 6 مثلا عشان يبقى الموضوع بس شكله احسن شوية. تمام. الريكتانجل 2 و3 والاريا 6. تمام. طيب بعد كده انا دلوقتي عايز اعمل بقى الشايلد كلاس، فخلي مثلا ان الشايلد كلاس ده هيكون كلاس اسمه سكوير. تمام. وخليه يورث من مين الريكتانجل. طيب فكرة المبدأ ان المفروض ان انا لو بدلت السكوير بالريكتانجل، او معنى صح اي فكرة انهيرتنس ان انا عايز استخدمها بالطريقة دي، ان انا المفروض لو عملت اوبجكت من السكوير فهو بياخد بيهيفير سكوير، ملوش دعوة بالريكتانجل. تمام. هو بياخد الصفات المشتركة اللي بينهم، ولكن لا يزال يحافظ على فكرته ان هو ايه كسكوير. تمام. طيب ازاي بقى حاجة زي كده؟ المفروض ان السكوير اللي عندي لو الويتس اتغير يبقى تلقائي الهايت هيساوي الويتس، والعكس. ليه؟ لان هم دايما الاربع اتجاهات بتوع السكوير قد بعض. تمام. على عكس الايه المستطيل اللي فوق زي بعض والجناب زي بعض، الهايت زي بعض والويت زي بعض. تمام. فعلشان احنا نفادي حاجه زي كده هنقول ان انا والله هعمل public int. تمام. public new sorry new int الايه الويتس بتاعي. تمام كده. وبعد كده هفتح والله هقول له الجيت
هتعمل جيت عادي جدا. تمام. والست هتخلي البيز دوت ويتس ايكوال الفاليو، والبيز دوت هايت ايكوال الفاليو. احنا ممكن حتى نختصر دي، نخليها كده على طول يعني كلام على اختصار. ماشي. طيب بعد كده نفس الكلام في الهايت، ان انا بقول له والله ان الهايت ماشي لازم هو الويتس يكون قد بعض، لو حصل تغيير في ده يحصل تغيير في ده. تمام. طيب خلينا نجرب، وهنقول دلوقتي ان انا هعمل هنا مثلا سكوير. تمام. بس خلينا في الاول نعمله كاوبجكت من السكوير، وبعد كده هقول والله السكوير دوت ويتس ايكوال 5، وبعد كده اقول له ايه اطبع لي الاريا بتاعت السكوير. تمام. فخلينا كده نشوف. تمام. هو طبعا كتب لي ان هي ريكتانجل عشان احنا ما عملناش اوفر رايد للفانكشن بتاعت السترنج، بس في النهايه قال لي ان الويدث والهايت قد بعض، والاريا بتساوي كام؟ 25. تمام. نيجي بقى للحته اللي هي هتكسر المبدأ بتاع ال اسمه ده الليسك اوف سبستيتيوشن. تمام. ان انا دلوقتي لو قلت عندي ريكتانجل، تمام، هسميه مثلا اس كيو، مثلا ار سي اس كيو، بحيث ان هو يبقى يعبر عن الاثنين. وقلت ان هو هيساوي نيو، وبدل ما انا هبعت له الكونستراكتور بتاع الريكتانجل، لا هبعت له الكونستراكتور بتاع السكوير. تمام. وبعد كده هقول ان انا هعدل الويتس مثلا اخليه ب6، وبعد كده ايه عايز اطبع الاريا. تمام كده. المفروض ان انا خلاص انا بعت له اوبجكت من السكوير، فهو تلقائي ان هو هيرجع كده الاوبجكت من سكوير وهيخزنه في دي، علشان خاطر يبقى ايه فيما بعد لما اجي اتعامل بيه يتعامل على انه البيهيفير بتاعه يبقى على انه ايه يتعامل على انه سكوير عادي، ما يتعاملش على انه ريكتانجل. تمام. ولكن انا لو جيت شغلت دلوقتي هتلاقي ايه ان لا، ما اتعاملش على انه سكوير. تمام. هو اتعامل على انه ريكتانجل. طيب ازاي افادي حاجه زي كده من غير ما يحصل مشكله في ان انا لو بدلت البيز بالشايلد او حاجه زي كده؟ بخلي الحاجات الاساسيه بتاعتي او الحاجات اللي ممكن يحصل فيها تغيير فيرتشوال. تمام. هنا وباجي هنا بدل ما انا هعمل نيو هعمل اوفر رايد. لازم اعمل اوفر رايد. تمام. ليه لازم اعمل اوفر رايد؟ علشان لو حصل ان انا عملت الريكتانجل وبعت له سكوير، يبقى يعدل كل الصفات بتاعه الريكتانجل اللي هي فيرتشوال بالشايلد كلاس اللي هو اتعمل منه اسمه ده الكونستراكتور بتاعه، علشان خاطر يفضل السكوير محافظ على نفسه كبيهيفير سكوير، ويفضل الريكتانجل محافظ على نفسه كبيهيفير ريكتانجل عادي جدا. تمام. فلو جينا هنا نعمل رن، هنلاقي ان اول واحد زي ما هو، تاني واحد زي ما هو، وتالت واحد طلع مظبوط. وده كان المهم بالنسبة لي في المبدأ ده، اللي هو علشان خاطر انا لو عندي فانكشن زي كده، تمام، بتعمل مثلا اكشن معين على الريكتانجل ده، فانا عايزها ما تبوظش الدنيا وفي نفس الوقت ما تغيرش البيهيفير. يعني مثلا لو جينا هنا قلنا الريكتانجل دوت ويتس مثلا خلينا نقول ايه مثلا ايكوال 10 مثلا. يعني انا بفترض ان انا هلغي كل الاحتمالات بتاعتي، تمام، واخلي الهايت ايكوال 5 واشتغل على كده. تمام. يبقى انا كده هاجي في اول واحده. تمام. هوب نعمل رقم تاني. تمام. هتلاقي ان في اول واحده، تمام، الاريا طلعت فعلا 50. ليه؟ هو لما غير هنا الريكتانجل ويتس والريكتانجل هايت طلعت فعلا مظبوطه. تمام. وطلع لي الناتج ب 50. ولما كنت بعت له سكوير بس من اوبجكت اصله سكوير مش من اصل ريكتانجل، برضه لما غيرها طلعت ايه نفس النتيجه. مش مشكله ان هو عمل الهايت في الاخر ب5، فوحد الهايت مع الويتس. تمام كده. طب واخر مره لما انا قلت له اسمه ده ان انا بعت لك اوبجكت من ريكتانجل، برضه نفس الكلام. لما هو غير الحاجه بايده ما خلاهاش زي ما انا عايز، زي ما كانت مثلا هنا 6، برضه فضلت محافظه على نفسها زي ما هي، واتطبع الناتج صح ان الاريا في النهايه لازم الهايت يبقى قد الويتس. تمام. فهي دي الفكره بتاعت المبدا، علشان خاطر الدنيا ما تلخبطش معاكم. هو بس كل الفكره ان انا عندي بيز كلاس وعندي شايلد كلاس، عايز كل واحد يحافظ على البيهيفير بتاعه من غير ما يتدخلوا في بعض. تمام. أتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.